المغرب يتجه لضم جوهرة يشبه كثيرا لامين يامال، وفرنسا تراقب من بعيد. قبل ذكر التفاصيل لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومتابعة الصفحة، وهيا نبدأ. يبدو أننا سنشاهد تألق لاعب مغربي آخر يشبه كثيرا اللاعب الإسباني لامين جمال، ويتشارك معه في الكثير من الصفات الكروية، ويبلغ أيضا 16 سنة فقط. وبعد فشل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في ضم لامين جمال إلى صفوف المنتخب المغربي، فإنها ستحاول هذه المرة ضم هذه الجوهرة الجديدة لتعويض فقدان لامين جمال لصالح إسبانيا. الأمر في البداية يتعلق باللاعب إبراهيم باي، لاعب شباب باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يبلغ من العمر 16 سنة فقط. إبراهيم باي من أب سنغالي وأم مغربية، ويمتلك كذلك الجنسية الفرنسية بلد الإقامة. يلعب حاليا مع المنتخب الفرنسي لأقل من 16 سنة ومع رديف نادي باريس سان جيرمان، وقد شارك الموسم الماضي في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب وتألق بشكل لافت فيها، كما قدم موسما رائعا في الدوري الفرنسي للاعبين الشباب، حيث سجل مع رديف باريس سان جيرمان 14 هدفا. اللاعب كما قلنا يمتلك صفات كروية طبق الأصل لما يمتلكه لامين جمال، فإبراهيم يشغل أيضا مركز الجناح، لاعب مهاري وسريع وذكي في الناحية التكتيكية، كما أن لديه حسا تهديفيا عال. وأهم شيء أنه يلعب مع فئة أكثر منه ب3 سنوات، فئة أقل من 19 سنة، كلها مواصفات يمتلكها كذلك لامين جمال، ولعلها أبرز الصفات التي جعلت تشافي هرنانديز المدرب السابق لنادي برشلونة يقوم بتصعيده للفريق الأول للنادي الكتالوني. وللمصادفة فإن كذلك لويس إنريكي مدرب نادي باريس سان جيرمان، وبحسب ما كتبته صحيفة ليكيب الفرنسية، ينوي تصعيد إبراهيم باي للفريق الأول لنادي باريس سان جيرمان بداية من الموسم الكروي القادم. إذن فبصفة عامة إبراهيم باي نسخة طبق الأصل للاعب إسبانيا لامين جمال، والمنتخب المغربي ينوي ضمه إلى صفوفه في المعسكرات القادمة، حيث أكدت تقارير إعلامية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحاول في الآونة الأخيرة إقناع اللاعب بحمل قميص المنتخب المغربي واستدعاءه لأحد الفئات السنية للمنتخبات الوطنية. ولكن في حالة تم تصعيده للفريق الأول لنادي باريس سان جيرمان، فمن المتوقع أن تقوم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باستدعاء اللاعب الشاب إبراهيم باي مباشرة للعب مع المنتخب المغربي الأول تحت قيادة الناخب الوطني وليد الركراكي. كما قلنا في العنوان ففرنسا تراقب من بعيد، فاللاعب يلعب مع فئة أقل من 16 سنة لمنتخب الديوك، وهناك احتمال إلى ضمه إلى فئة أكبر سنا في الاستحقاقات القادمة للمنتخب الفرنسي، ولكن من المستحيل أن تتم المناداة عليها للمنتخب.